طالب ثانوية عامة أو طالب ثانوية أزهرية، بدأت إنك feed up with studying، بدأت إن أنت ملان وزهقان من المذاكرة، خلّيني أقول لك إن ده شعور عام بيتساوى فيه اللي بدأ من أول السنة وعمل keep up with the lessons، عمل keep up with the lessons، عمل مواصلة ومتابعة للدروس من أول يوم، بيتساوى في الزهق والملل مع اللي لسه بيحاول من فترة قريبة إنه catch up with the lessons، catch up with the lessons يعني بيحاول يعوّض اللي فاته. الشاطر والجدع هو اللي يقدر إنه كوب ويز يعني يتعامل مع الستريس الضغط، يبقى كوب ويز ستريس. مين اللي هيعرف يتعامل مع الضغط؟ يبقى اللي هيعرف يتعامل مع الضغط هو ده اللي هينجح. عشان كده keep calm، keep calm يعني خليك هادي. يبقى كلمة keep calm يعني ابقى هادئا. keep going، keep going استمر، keep going استمر. keep up، keep up hard work، keep up hard work حافظ على العمل الجاد. يبقى خلي بالك كده، بعد ما نصلي ونسلم على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ثم نذكرك بالاشتراك في القناة، احنا قلنا كام تعبير؟ قلنا كلمة feed up with معناها زهقان من أو ملان من. اللي بدأ الحاجة من أولها اسمه keep up with. طيب واللي بيحاول يعوض الحاجة اللي فاتته اسمه كاتشب ويز. طب كيب معناها حافظ على حاجة بيجي وراها صفة أو فعل زائد الاي ان جي. keep going استمر يا جميل، keep going استمر يا جميل. طيب keep up، keep up خلي بالك في الغالب ما بيجيش قبلها فاعل عاقل وبيجي وراها الشيء اللي انت هتحافظ عليه. يبقى keep up مادام جاية من غير وز ما بيجيش قبلها فاعل عاقل وبيجي بعدها الشيء اللي هتحافظ عليه. زي ما اقول لك keep up hard work حافظ على العمل الجاد. وفي النهاية هقول لك never lose hope in الله، اوعى ابدا تفقد الامل في ربنا، خليك موصول بربنا وربنا ان شاء الله قادر انه يحقق لك المعجزات. وفي الآخر لا تنسى الاشتراك في القناة واكتب لنا في التعليقات التعبيرات اللي انت استفدتها من الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.